صباح الفل. بيقولوا الناس لما بتتغرب او تطلع بره مصر مشاعرها بتختلف ومشاعرها بتجمد. حقيقي. هنا لما الناس تقرر ان هي تعيش وتقيم اقامة كاملة لازم تغير كل حساباتها، لازم تغير كمان في حاجات ما كانتش ملتزمة بيها ولازم تبقى ملتزمة بيها. يعني لازم في رولز معينة كده في البلد وقوانين معينة يجب أن لا نتخطاها. طالما عرفت قوانين البلد والتزمت بيها يبقى أنت كده إيه؟ ماشي صح. كمان القلوب بتجمد علشان انت لو عندك مشكلة ما عندكش بديل غير ان انت تحل مشكلتك اللي انت وقعت فيها. في ناس تخش، كنا في مصر مثلا، في ناس تخش كده الأوضة وتعتكف وتعتزل وإيه وتفضل تعيط وتلحق يا فلانة الحقيني يا فلان الحقني ده أنا عندي مصيبة ومش عارفة. بره مصر لا، ما بنخشش الأوضة ونكتئب، لا بتقفي أو بيقف الراجل يعني يحل مشكلته أو الست تحل مشكلتها بقدر المستطاع. هنا بقى ما ينفعش تخبطي على جارتك حلي لي مشكلتي، مامتك مش جنبك يا ماما تعالي ساعديني، اختي مش جنبي لو سمحت يا شوشو تعالي ساعديني. مفيش الكلام ده كله. لازم تقفي ولازم تكوني اسد يا الا تتكلي. ما عندكيش بديل غير ان انت تحلي مشكلتك. كمان في حاجات كنا يمكن نخاف نعملها واحنا في مصر، هنا لا لازم تعمليها، ما عندكيش حل تاني. يعني مثلا اللي كانت بتغرق في شبر ميه في مصر وما تقدرش تسوق عربيه او تعدي الشارع لوحدها، لا هنا انت بقى ايه بتركبي العربيه وتسوقي وتروحي وتلفي وتطلعي الفري واي وتنزلي تحت وتاخدي بالك ان انت ما تاخديش تيكت. حاجات كتيره قوي بنبقى ملتزمين بيها بقدر المستطاع. تاني حاجة طبيعة الحزن كمان هنا بتختلف. يعني في مصر مثلا حضرت عزا قبل كده الناس تفضل تصرخ وتلطم بطريقة صعبة جدا جدا وتشيل تراب على راسها، الصعيدة تحديدا، ويبقى الموضوع صعب طب ايه اللي مات رجع مرجعش. هنا بقى الحزن مختلف تماما. هنا في عياط بسيط بس مفيش صريخ، مفيش لطم، مفيش اي حاجه. يعني الست تبقى كده شيك متشيكه ورايحه العزا بامان. في اوبن بوفيه في العزا، هنا الموضوع بيبقى جميل قوي. ف والست نفسها مثلا اللي صاحبه العزا ولا حاجه تبقى لابسه دريس عادي وحاطه ميك اب خفيف ومفيش يعني، بس يبقى في حزن بقى في القلب والحاجات دي كلها. طبعا على حسب درجه قرب اللي مات يعني من الشخص نفسه. ف في حزن بس مش بالطريقه اللي بيحزن بيها الناس في مصر، بتبقى رقيقه شويه. اهم حاجه بيبقى فيه اوبن بوفيه في الموضوع يعني. ف الطباع بتختلف تماما. لازم نبقى هنا واقفين زي الأسودة، ما بنتعبش، ما بنملش، ما بنيأس من عدم حل المشكلة، لا ده احنا بنقف وبنحل المشاكل. انا اعترف ان انا بقيت شخصية كنيفين اكثر التزاما جدا في مواعيدي، اكثر نضجا في التفكير. ده طبعا بطبيعة ان انا بكبر في السن عادي. بواجه اي مشكلة، ما بخشش الأوضة واقفل واقول يا رب حلها من عندك، لا بواجه اي مشكلة بمساندة ربنا. كل مشكلة وقفت قدامي عدت بمساندة ربنا فعلا. وربنا بيلعب دور كبير جدا في الموضوع، واتكالك عليه طبعا ليه دور كبير جدا جدا جدا. الشخصية اللي بتقع ما بتعرفش تقود. في شخصيات طبعا قيادية، انا من الشخصيات مثلا اللي هو ايه بتفكر، تعرف تفكر، تعرف تخرج من أزمة، ما بنغرقش في شبر مية بمعنى أصح. دي طبيعة الستات هنا لما بتيجي كمان. يعني لازم تبقى واعية وناصحة، تقف على رجليها، تاخد حقها من بق الأسد، مفيش مشكلة جدا، فبتقدر تكمل حياتها. دي نصيحة لكل الناس. وده طبيعة الناس بره، لما بتطلع بره قلبها بيجمد نوعا ما. يعني بنحاول نقف وما بنغرقش في شبر مية، ونقف على رجلينا ونكمل ونعافر ونربي ولادنا بطريقة كويسة. بس فينا مبادئ، يعني فينا مبادئ ما نقدرش نغيرها، واخدينها بقى معانا من مصر وبنحاول نطبقها لولادنا علشان يكملوا بيها. دي اهم حاجة. صباح الفل عليكم يا مصريين، واحنا جامدين في كل مكان. صباح الفل.